السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تداولت خلال الساعة الأخيرة العديد من الصفحات والحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، زعم أنه يوثق لحظة سماع نساء كنا في زيارة إلى مقبرة المجحودة بولاية الجلف صوتا قادما من تحت التراب يشبه نداء أحد الموتى. وقد أثار الفيديو حالة من الدهشة والانقسام بين المتابعين وسط تباين في الآراء بين من صدق الرواية ومن شكك في صحتها. تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم، مساء الخير جميع الاصدقاء والحباب اينما كنتم وحللتم. رانا في مقبره المجحوده، بنحط لكم كما قلت في الصوره. راهم هذا وين راحوا رجال الامن وراحوا الشباب، كانوا نحاول السويق ربي يبارك فيهم ان شاء الله قاعدين. صويلح راك انت اللي طلعت الخبر، انت اللي كما يقول لك انت اللي توضح لنا الناس. الله يفتح عليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من هذا يعني هذا النهايه تاع كل شخص، هذه اخر المطاف. احنا نقول ان شاء الله ربي يرحمهم ويجعلهم من الجنه ان شاء الله، وربي ينقيهم كما ينقى سبيل الدنس، وربي ان شاء الله يثبتهم يوم السؤال. بالنسبه للمنشور اللي جاني اللي طلعوا لي الاعطاه ديال الاخ كبير ربي يحفظه ان شاء الله، وهذا انسان مش اللي يكذب، هذا السيد يعني انسان صادق. قال لك المهمه سمعتوه هي والاخت تاعو مع العلم يعني مهمته كبيره وخويته كبيره، حتى كاين ناس اخرين كبار شافوه مع قال لك بعد العصر يعني من 4 ونص فيه. وكي قال لك كي جاوا المقبره هنا راحوا لواحده لهم اللي هي خالتهم ربي يرحمها ويرحم موتانا جميعا. شاء القدر قال لك بهم طالعين يعني في القبور جد سمعوا الانين، هذا الانين تاع الانسان هذا، قال لك انين تاع انسان حي ما همش العباد اللي كذبوا. ولكن الوقت كان شويه 4 ونص 5، كان شويه حتى لهذا الوقت ما عندها الابن تاعها خدام، مخلوق خدام مسكين خدام، جا كي الحق هذا وين يعني كي جا هذا الوقت حتى العجوز خل عندها تقول البن هذوك خاف عليه بيروح. طفيله صغيره هضرت قالت له رحنا اليوم وهربنا من المقبره، سمعنا عياط تاع واحد ميت وكذا يعيط وكذا في المقبره. كي زادوا راحوا الايام بعد خصموه هو خسرت، ولا قالت له ايه سمعناه، ولا قالت له والله كانه حي. ومن بعد كي راحوا عند الباب زادوا تلاقوا مع ناس اخرين ثاني، مع مراه واحده اخرى مع عائله تاعها، قالت لها اختي سمعتي الانين تاع المقبره في بدار جابهم ناس العياط تاع الصوت، العياط ايوه تاع الميت هذا اللي خرج من القبر. قال كاع سمعوه، شغل عائلتين سمعوه وهربوا راحوا. نساء اجمع نساء، راجل يخاف زي مع وليدهم مسقار، راجل يخاف. والحمد لله احنا رانا جينا قلنا لعل وعسى نخرجوا بكاش واحد بالك ربما يعني بالك فيه روح ولا كذا، فرحوا اهله وناسه. والله انا ما نكذبش عليكم يا جماعه، اول واحد شكيت فيه خويا سمير ربي يرحمه ان شاء الله. وكاين ناس بعثوا لي الاهل تاعهم وكذا، والحمد لله انا جيت ولبيهم مع خاوتي وجاوا الامن كثر خير. الامن ثاني واقف معنا والله قبل الضوء والكذا كثر خيرهم، جاوا معنا وكذا. وثاني حراسه ثاني للمقبره قال لك ربما ما توقع شرشره وكذا، ولكن الله اعلم. انا مقبل نقربوا والله انا مقبل كان وكانوا شابين ياسر راحوا نورين عزوز مقبل حتى نقربوا على المقابر. شوفوا يا جماعه بالك انتم دايرين تسمعوا انين، بالك ربي تسمعوا انين والله سمعنا ناس نعبدوا والله يقها هاخذ رخص بصبع يقرب بيدون بيدون ها. قلنا بالك اش واحد يسمع لعل وعسى. وذكرنا في نهايه معنا كملنا درك بحذيرها راحت الناس. قلنا بالك بوهلال ونورين وليلى يعود ساكر يسمع الانين نورين كاع جاوا طيبين. المهم درك بارك الله فيك صويلح، بارك الله قاعد في المشاهدين. المهم راه ما كانش منها ما لقينا والو معناها. تحياتنا كاع لكم خاوتي، تصبحون على الف خير.